السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده ينزل اي طريقة مشويات انت عايزاها. النهاردة معانا 3 تتبيلات افخم من بعض. بس قبل ما نبدأ نسمي الله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهاردة معايا اول وصفة لتتبيلة عرق الفيليتو. عرق الفيليتو مش بس بيتعمل في الفرن ولا صينية بالخضار، النهاردة هشويه معاكم على الفحم. بس اهم حاجة نقطع قطع الفيليتو بسمك 4 سنتي كده علشان ما تنشفش معانا على النار، ونتبلها بمية بصل وفلفل اسود وملح ورشة من السبع بهارات. بس كده، ومعلقتين زيت. شفتوا بقى سهلة ازاي؟ وندعكهم كويس جدا. معلقتين الزيت وشوية مية البصل والسبع بهارات والملح والفلفل الاسود. انا مش عايزة اغير طعم اللحمة، انا عايزة ان احنا ندوق اللحمة كده واحنا بناكل. دلوقتي تاني وصفة معانا اللحمة الضاني. معانا هنا لحمة من الريش جميلة جدا، عندنا عصير طماطم على عصير بصل، ومعانا فلفل اسود والسبع بهارات وتتبيلة المشاوي بتاعة اللحمة وملح وعصير ليمون ومعلقتين خل. طبعا احنا عارفين ان اللحمة الضاني بتحب الحموضة شوية كده، فنعصر لها ليمونة وشوية الخل هتخلي طعمها جميل جدا ومش هتشموا فيها اي ريحة ضاني. وتركات النهاردة مهمة جدا، استاهل عليها لايك كتير كتير وشير كتير علشان كلنا نستفيد. ندعك كل اللحمة كده ببعض كويس لدرجة ان هي كلها تتشرب معانا من التتبيلة. بصوا اللهم بارك، حتة لحمة زي العسل. تالت وصفة معانا بقى الطرب. هنعمل النهاردة الطرب كده في المنديل، مية بصل على مية الطماطم وملح وفلفل اسود ورشة من جوز الطيب ورشة من السبع بهارات ورشة كمان من البهارات بتاعة اللحمة، وندعك اللحمة كويس جدا جدا بالبهارات بتاعتنا ومية البصل ومية الطماطم اللي معانا، ونسيبها في التلاجة نص ساعة ترتاح لحد ما نجهز المناديل بتاعتنا ونقطعها على قد صابع الكفتة. واهم حاجة المناديل ما تكونش سميكة، لازم المنديل بتاعنا يكون خفيف قوي علشان ما يتحرقش معانا على النار، والدهون تدوب كده ويقرمش معانا من بره، اللحمة من جوه تستوي ويكون خطير زي ما هتشوفوا معايا. احنا النهاردة هنعمل كل الوصفات بتاعتنا على الشواية بالفحم، يعني النهاردة مش هنستخدم اي بوتاجاز خالص غير ان احنا نعمل عليه شوية الرز ونجهز الطحينة والسلطات وبس كده. بصوا، بيكون صباع الكفتة كده عليه المنديل ونلف كويس، واي زيادات في المنديل بنقطعها. بس اهم حاجة ان اللحمة ما تكونش باينة من الجناب عشان ما تتحرقش معانا. ودي كل الكمية بتاعت الطرب معانا. هنجهز قبل ما نطلع نشوي شوية رز بسمتي كده زي العسل. طبعا طريقة الرز البسمتي انا اختصرت لكم فيها علشان انا عارفة ان انتوا عارفينها وعملناها قبل كده مع بعض. شوحت البصلة في معلقة السمنة، عليها شوية بسلة وجزر. والبهارات النهاردة انا اختصرت في الرز، استخدمت كيس كده جاهز لبهارات الكبسة، ومش هضيف اي حاجة تانية، هو عليه كل حاجة بس ضفت سنة ملح بسيطة وبس كده. بنقلب بقى البهارات مع البسلة والبصل والجزر كويس خالص. وطبعا الرز احنا نقعينه حوالي ربع ساعة وصفيناه، نضيفه على البهارات ونقلب كل الكلام ده ونضيف مقدار المية بتاعتنا ونسيبه على نار هادية جدا جدا لحد ما يتشرب ويبقى جميل معانا ويستوي. زي ما انتوا شايفين كده الرز يكون متغطي بحوالي عقلتين. نجهز بقى الفحم. هنضيف على الفحم شوية زيت ومنديل كده عليه زيت، بيكون بيساعد جدا على الاشتعال. واول ما الفحم يبدأ معانا يبقى حطب كده والنار بتاعته تهدى شوية، هنضيف اللحمة واحدة واحدة. اول حاجة هنبدأ بيها الفيليتو. بصوا ما شاء الله ما خدتش وقت خالص، اللحمة ناعمة. واهم حاجة واحنا بنختار قطعيات للشوي نختار القطعيات الناعمة. حتة اللحمة لازم تكون معانا ناعمة علشان ما تاخدش معانا نار وكمان تستوي معانا بسرعة. دلوقتي بعد ما الفحم كده ناره هديت خالص، ضفنا اللحمة ونضيف كمان الطرب كده. وما شاء الله يا جماعة بجد هتشموا احلى ريحة في الدنيا. انتوا كده هتشموا ريحة اللحمة بجد. طبعا الدهون اللي معانا دي كلها بتسيح وبتعمل ريحة جميلة جدا، ولا أجدعها مشوى. التتبيلة اللي كان فيها اللحمة هندهن كده اللحمة وهي بتستوي من التتبيلة بتاعتنا. وطبعا اللحمة كل ما بتقعد في التتبيلة كل ما بتبقى طعمها أطعم وأفضل. يعني لو عملتوها من بالليل وسبتوها بتكون أجمل بكتير. ولو اتعملت
وتسابت ساعتين زي ما انا عملتها برضه بيبقى طعمها جميل. نجهز جنبنا بقى البقدونس علشان نمتص كل الدهون اللي معانا في اللحمه. وبعد ما اللحمه بتتحمر معانا كده ونحس ان هي دخلت على السوا، اي قطعه بتستوي كده بنحطها بقى على البقدونس. يا سلام، البقدونس ده بيكون طعمه احلى من اللحمه. بجد لازم تشوي في البيت وتتعلموا كده وتشوفوا الفرحه في تسوية اللحمة على الفحم، بتكون تحفة جدا والتتبيلات بتبقى روعة جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ودعوة حلوة لأمي بالرحمة والمغفرة. مع السلامة.